احنا كدولة هنا لدينا برنامج يمكن مش مرتبط فقط بكرة القدم بقدر ما هو مرتبط بألعاب أخرى كثيرة. يعني احنا بنحاول بقدر الإمكان ان يبقى في دعم للألعاب الفردية اللي عندنا دايما فيها تميز. بعض الألعاب الجماعية زي كرة اليد مصر فيها تميز. بعض الألعاب زي الاسكواش، ما هي مصر محتكرة هذه اللعبة على مستوى العالم كله نتيجة لأن برنامج عندنا. لكن تظل طبعا اللعبة الشعبية الأولى وهي كرة القدم، دي اللي بتهم المواطن المصري. وبالتأكيد في توجيه للسيد وزير الشباب والاتحاد الكورة ان نبدأ يعني ننتهج الفترة القادمة برنامج كبير على ان يبقى فعلا الدولة المصرية تحوز مناصب متقدمة في بطولات المختلفة العالمية في كرة القدم، عشان نصل إلى إن شاء الله مرحلة اللي احنا بنشوفها إن نبقى من أكبر 5 أو 6 دول على مستوى العالم في هذه اللعبة.